انا كنت متخيله ان انا لما اتخرج هكسر الدنيا. عارفين الاحساس ده لما تبقوا لسه متخرجين ومتحمسين وحاسين ان الدنيا مستنياكوا علشان تحققوا احلامكوا وتلمعوا، بس الدنيا ما طلعتش كده خالص. بصوا، انا كنت متخيله ان انا هكسر الدنيا عشان كنت فاكره ان انا خلاص هتفرغ اول ما اتخرج، هتفرغ لصناعه المحتوى وهعمل فيديوز كتيره قوي واعيش بعمل فيديوز كتير ويبقى معايا فلوس كتير. ده اللي انا كنت متخيلاه. كل مره كنت ببدا اصنع محتوى كنت بوقف بعدها بفتره، كل مرة ابدأ اصنع محتوى اوقف بعدها بفترة ما كنتش فاهمة فيه ايه. واشتغلت في الفترة دي حاجات كتير. اول حاجة اشتغلتها بعد ما اتخرجت كنت مخرجة في بلاتفورم ديجيتال كانت معروفة في وقتها، لان انا من قبل ما اتخرج كنت قاعدة ببعت للبلاتفورمز بتوع المحتوى انه عايزة اجي اشتغل، لحد ما روحت مكان وعملت اوديشن. كنت رايحة على اساس ان انا اقدم كونتنت هناك، بس في الاخر ما قدمتش كونتنت وكنت ورا الكاميرا. كنت مأجلة الخطوة دي شوية، او اكشلي كنا هناك متفقين انه شوية كده وابقى اعمل فيديوز معاهم، بس انا مشيت قبل ما اعمل فيديوز معاهم. يعني انا كنت خريجة اعلام وعايزة ابقى مذيعة، بس لما دخلت القنوات حسيتها بتاعت ناس كبيرة قوي، حسيت ان انا ماليش مكان جوه. خدت قرار ما بيني وما بين نفسي انه انا هعمل محتوى، مش هسعى ان انا اكون مذيعة ولما ابقى معروفة يبقوا يكلموني بقى ويقولوا لي تعالي بقي مذيعة معانا. ده كان في مخيلتي وقتها قبل ما اعرف ان انا مش هعرف اصنع محتوى. وهقول لكم ليه، يعني اصبروا عليا وانا هقول لكم ليه انا طلعت مش هعرف اصنع محتوى. بس ان شاء الله هعرف يعني، بس قصدي انه بعدين يعني هشرح لكم قدام. بعد ما سبت الشغل ده حاولت اصنع محتوى تاني، فشلت ومعرفتش اصنع محتوى لاني معرفتش اكمل. قلت يا ربي ما عنديش شغف. وفي حاجة بقى، انا كنت عايزة اصنع محتوى، انا دايما بطير من النقطة دي. كنت عايزة اصنع محتوى مش عارفة انا عايزة اقدم ايه. يعني انا كنت عايزة ابقى مذيعة، قلت لا خلاص انا ماليش مكان في القنوات، طب انا هعمل محتوى. وطب ايه بقى هتعملي محتوى؟ هتتكلمي عن ايه؟ انتي بتحبي ايه؟ ده انا بحب ده وده وده 50 حاجة. فكنت بعمل كونتنت قصص عامة. كونتنت القصص العامة ده مشكلته ان انا ما كنتش حباه قوي، وفي نفس الوقت كنت حاسة انه مش انا، في حاجة غلط، مش ده اللي انا عايزاه. على عكس دلوقتي بجد انا بعمل اللي انا عايزاه وبتكلم في اللي انا عايزاه الحمد لله. يعني انك تعرف انت، او انك تعرفي انت عايزه تتكلمي في ايه بالظبط، دي خطوة كبيرة خدت مني وقت طويل قوي. يعني اصلا معرفتش اعملها غير بعد الثيرابي. المهم بعدها لما اكتشفت ان انا فاشلة مش عارفة اقعد اعمل كونتنت لوحدي، رحت اشتغلت في الماركتينج شوية. اشتغلت كونتنت كرييتور، فاكتشفت ان كونتنت الماركتينج ده مش الحاجة اللي انا عايزة اعملها. حبيت الماركتينج جدا كمجال، بس حسيت ان انا دوري فيه هيبقى مش كتابة كونتنت، وده حقيقي. يعني انا بحب الماركتينج لحد دلوقتي وبشتغل فيه، بس مش عايزة اكتب الكونتنت، لان انا الكتابة بالنسبة لي حالة مزاجية قوي وابداعية قوي. فلو هكتب حاجة هكتب الكونتنت بتاعي اللي هو في المواضيع اللي انا مختارها بنفسي وحابة اتكلم فيها. المهم فسبت الماركتينج، اشتغلت مساعد مخرج في اعلانات كبيرة، بس ما كملتش. كنت بروح وبرجع في اي وقت، 5 الفجر 3 الفجر، لحد ما في يوم من الايام، في يوم وانا مروحة ناس ضايقتني وانا خفت جدا، فقررت من غير الدخول في تفاصيل ان انا طول ما انا معيش عربية فانا مش هروح واجي في المواعيد دي، فمش هشتغل شغلانة تخليني اضطر اروح واجي في المواعيد دي. خفت على نفسي جدا. هو احنا اصلا الصبح في الشارع بنتعاكس وناس بتضايقنا، فما بالكو بالليل الفجر احنا الشارع بيبقى عامل ازاي. فطبعا للاسف عشان الشارع مش بيبقى امان للبنات في الاوقات دي، وانا معيش عربية، وللاسف ما كانش متاح ان حد من اهلي يبقى بيوديني ويجيبني، اضطريت اسفة ابعد عن الشغلانة دي. على فكرة الشغلانة صعبة جدا، من اصعب الشغلانات اللي ممكن حد يشتغلها، بس هي فيها حاجة تتحب، معرفش ايه يعني، هي فيها حاجة كده على الرغم من صعوبتها هي تتحب. بس ده اصعب شغل انا اشتغلته بجد. يعني شغل محتاج تركيز عالي جدا، organization skills عالية جدا، مع تركيز عالي جدا، وكل ده لازم يحصل مع وجود صداع وارهاق نفسي وجسدي، لان الشغلانه مرهقه جدا على كل الاصعده. سبتها وقلت بقى هعمل كونتنت. ما عرفتش اعمل كونتنت. انا بجد كنت من جوه قلبي عايزه اقعد اعمل كونتنت، وهي دي الحاجه اللي انا عايزه اشتغلها. فاصلا في ناس بتكون بتشتغل وبتعمل كونتنت، انا بسيب الشغل عشان اعمل كونتنت وفي الاخر كمان ما بعرفش اعمله. كنت هتجنن يا جماعه. الفتره دي دخلت فيها في حاله نفسيه سيئه جدا من كتر ما انا كنت مش عارفه التزم. خليني بقى اكلمكم عن اللي اكتشفته لما رحت
رحت ثيرابي في الفترة دي. اللي اكتشفته ان انا عندي ADHD، وده معناه ان انا ممكن اكون متحمسة جدا دلوقتي وبعد ساعة دماغي بتاخدني في حتة تانية خالص لحاجة تانية غير الحاجة اللي انا كنت متحمسة جدا ان انا اعملها دلوقتي. فبتبتدي كل فكرة جوه دماغي بحاول اعملها تتحول لعبء، علشان بأجلها وعلشان بشوفها كبيرة وبحس ان الموضوع كبير وصعب، بروح اعمل حاجات تانية وبتجيلي افكار تانية، الموضوع بيتحول لعبء كبير قوي. انا عن نفسي باجي في نقطة كده بنهار وببعد عن الحاجة بالشهور وارجع احاول تاني. كل مرة ابدأ احس ان انا مش قادرة اكمل. جماعة حاولت 50 مرة وكل مرة ابدأ احس ان انا مش قادرة اكمل، مش عشان انا مش عايزة، لا انا عايزة جدا، انا هموت واعمل ده، نفسي التزم من جوايا، نفسي التزم. انا كنت بعيط بالليل وعندي ستيكي نوتس كاتباها على الحيطة: يا رب ابطل اكون كسلانة، يا رب ابطل اضيع وقت. انا طبعا كنت متخيلة ساعتها ان انا كسلانة وبضيع وقت، بس انا نفسي التزم ومش عارفه اعملها ازاي. جربت كل حاجه بمودورو تكنيك، تو دو ليست، بلانرز، ريمايندرز، كل حاجه، وبجد كنت بلوم نفسي جدا على انا ليه مش بعرف اكون زي الناس. يعني ليه مش بعرف لما ابقى عايزه اعمل حاجه اقعد واعملها. كنت حاسه انه لو كل الناس زي دي، امال الناس اللي في العالم دي كلها بتعمل كونتنت ازاي اصلا؟ كل الكرييترز دول ازاي بيعملوا كده؟ انا عشان اوصل اللي انا واصله له دلوقتي بقالي شهرين بعمل 2 فيديوز في الشهر. فعشان اوصل لده انا بقالي اكتر من سنة. ايه اكتر من سنة دي؟ انا عشان اوصل لده بقالي اكتر من سنة بروح ثيرابي وباخد ادوية وبعمل علاج سلوكي، اسمه علاج سلوكي. عامة انا ماشية على علاج سلوكي، وطبعا باخد سبلمنتس وفيتامينز وواخدة بالي من جسمي وصحتي كمان. انا اخدت وقت، يعني انا داخلة على 26 سنة، خلينا نقول اخدت وقت طويل قوي عشان الاقي نفسي واختار نوع الكونتنت اللي فعلا ممكن يكون اكتر حاجة حابة اقضي فيها وقتي. وهو الكونتنت بتاعي شوية ليه علاقة بالتنمية الذاتية، وليه علاقة كمان بان انا اساعد البنات تقبل نفسها، لان احنا العالم حاطط علينا بريشر اكتر من الرجالة بكتير في موضوع الشكل ده. نفسي نبقى اصحاب، بكلمكم بجد والله، نفسي نبقى اصحاب واساعدكم تحسنوا حياتكم، وده الهدف من الشانل دي، وتقبلوا نفسكم اكتر كمان. وكل المواضيع هتبقى في الاطار ده، يعني الفيديوز هتبقى يا بتساعد حد ان هو يقبل نفسه، يا بتساعد حد ان هو يطور حاجة في حياته. واحيانا ممكن يبقى في فيديوز نتكلم فيها زي دي او حاجات انترتينمنت خفيفة، بس دي الحاجة الاساسية. انا حابة اطلب انكم تدعولي انه ربنا يعيني ان انا اعرف اكمل في الكونتنت بتاعي وانجح في شغلي التاني، لان انا محتاجة شغل تاني عشان يبقى معايا فلوس اعرف اصرف على الكونتنت لحد ما الكونتنت يبقى مصدر دخل لذيذ. فمحتاجة منكم بجد تدعولي ان انا اقدر اكمل واقدر اهندل ADHD. انا بحلم ان انا ابقى متشافة اكتر من كده بكتير، وبحلم ان انا ابقى جزء من رحلتكم وابقى بساعدكم، وبحلم ان انا ابقى جزء من رحلتكم في تقبل نفسكم اكتر، وانكم تبقوا مرتاحين مع نفسكم اكتر. انا مش عارفة ممكن تكونوا حابين تعرفوا ايه عني تاني، بس اي حاجة حابين تعرفوها عني اسألوني في الكومنتس، وهعمل فيديو اجاوب على كل الاسئلة واقول لكم كل حاجة انتم ممكن تكونوا حابين تعرفوها عني. ده جزء صغير من شخصيتي، وان شاء الله اعمل فيديوز تانية وتعرفوا عني اكتر، وانا كمان اعرف عنكم اكتر، ونبقى صحاب. وبس كده، حاسه انه بس كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.